قبل أي شيء طبعا بنقول ألف مليون سلامة لإمام عاشور. إن الفحوصات أثبتت إن هو مصاب بالتهاب الكبد الوبائي فيروس A. قصة بقى عدت بقى مرحلة لعيب الكورة، ونتمنى ربنا يقومه بالسلامة ويرجع الملاعب لقصة حياة إنسان. أتمنى يا رب ربنا يخليه لعيلته ولأسرته ويقوم بألف سلامة من الموضوع ده. وهو الحمد لله يعني أخف أضرار الموضوع، اللي هو هي مراحل أخفها إيه اللي هو بالبلدي كده اسمه الصفرة. فإن شاء الله ربنا يقومه منها بالسلامة. لكن الموضوع محتاج وقت، محتاج راحة تامة، لا تدريبات بقى ولا رياضة ولا أي حاجة ولا قوم أصلا من مكانه، محتاج راحة تامة خالص. فالموضوع ده متاخد وقت. وده يرجعك لفكرة موضوع الإصابات في الأهلي. وأنا مش عارف إيه اللي بيحصل. يعني أنا حتى الواحد عارف الكلام اللي كنت بتضحك عليه، اللي هو يقول لك احنا بنعمل اعمال وشبراخيط، وكان ده يحكي وبيعملوا لنا في الاتوبيس طبعا بتضحك عليه. بس الاحداث بتخلي الناس تخليك تروح تفكر في الحتت دي. يعني انت خلاص، يعني مصطلح مستشفى الاهلي ده بقى حصري كل سنه موجود. تيجي السنه دي زيزو، امام عاشور، في لعيبه غريبه تبقى بره النادي الاهلي ما بتشوفهاش، بص ما بتعطس، ما بيجيلهاش برد. يجي عندك والامثله كتير. كان احمد خيري، محمود متولي لو رفع رجله عشان يتوضى كان بيجيله شد في الخلفيه. احمد خير ما شفناهوش في الملعب، قضى حياته في المستشفيات. كريم نيدفيد عمره كله سنه، اول مره اشوف لاعب مصاب سنتين ونص ولا ثلاثه. وغيره كتير. اول ما يجوا الاهلي يطلعوا من الاهلي الناس بتأدي وزي الفل. باسم علي كتير، امثله كتير قوي. يعني واحد زي امام عاشور واحمد سيد زيزو مفيش يعني اصلا. يعني دكتور الزمالك ده كان بيبقى معاه شنطه فيها امبول فلدين وامبولين كوادريديرم عشان لو في لاعب متسلخ، معهوش حاجه تاني في الشنطه. ان الاقي لاعب مثلا واخد له شهرين ثلاثه، طبعا بعد الشر عليهم مش بتمنى، بس انا برصد لك حاله. لا مفيش. انا مره احمد سيد زيزو ده في ماتش الزمالك طلع ماسك الخلفيه او الضمه مش فاكر، يعني اصابه عضليه. وبسم الله الرحمن الرحيم، في اي اصابه عضليه اي شد كده خفيف من الدرجه الثانيه مش اقل من اسبوعين. مفيش شد بيخف اقل من اسبوعين عشان يبدا يلعب تاني يشارك. الماتش اللي بعده لقيت احمد سيد زيزو في القايمه. ايه ما اعرفش. احنا عندنا لا، الموضوع مختلف تماما. عندك انت اصابات ده لو ربنا كرمك وشفتها اصلا ما كانتش في تمرين زي ما بيحصل نسمع، بس احنا بنعرف الاصابه بالاخبار بتجيلنا، لكن معظمها ما بنشوفهاش. زي اللي هي عربيته كده متدغدغه وعمره ما شافها، بتبوظ على طول من الركنات، ما شافش ما عملش حادثه بس عربيته متخرشمه، ما بيشوفش. احنا نفس القصه. لو ربنا كرمك وشفت الاصابه تلاقي اصابات حتى عدينا مرحله بقى الاصابات العضليه، لا ده احنا عندنا اصابات كمان. يعني ايه لاعب عنده فتاء وده هو فيروس ايه. ربنا طبعا الف سلام عليهم وربنا يقوموا بالسلامه. فاحنا تقريبا بقينا الجهاز الوحيد في العالم اللي عايز ضمن اعضاء الجهاز دكتور باطن. خلاص الموضوع عدى مرحله العظم، لا ده احنا عايزين باطن وعيه دمويه. فمعرفش ايه الموضوع، معرفش ايه اللي بيحصل. يعني امام عاشور الراجل كتف يلعب يتألق يجيله الكتف تاني، يجي يبدأ هيلعب بعد منه خلاص وهيشارك يجيله فيروس ايه. احمد زي زيزو ماتش الزمالك جاي هيلعب، بص احمد سيد زيزو جاي له اصابه في الضمه ولا في الاماميه، شد في الاماميه. غير بقى كتير، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، محمد شكري، لعيبه كتير. يا مين كمان، عمر كمال. عندنا الاصابات كتير. رجع الحمد لله ياسين مرعي وياسر ابراهيم للمباراه، وان شاء الله يكونوا جاهزين لماتش سيراميكا الجاي. ماتش سيراميكا الجاي ده لازم، وكويس ان هي جايه مع ماتش صعب، مش عايزها مع ماتش سهل عشان توريني رجولتك بقى بجد. عشان كده خلاص الموضوع لا يتحمل، ومفيش اهلاوي هيستحمل المنظر ده، ان يبقى فات 5 جولات وانت في المركز ال15. عيب. عيب لما يتقال اسوأ بداية للنادي الاهلي في تاريخه تكون مرتبطة باسمك كلاعب. من هنا لازم نقطة من اول السطر: لا وجود في الملعب الا للراجل، الا للي عارف قيمة النادي، الا اللي عنده انكار ذات، الا اللي عنده مصلحة الجميع اهم من مصلحته. ده مهم جدا، لازم النقطة دي تشدد عليها. نجوميتك واسمك بأدائك في الملعب مش بحاجة تاني. لازم ناس عارفة قيمة التيشيرت، حاسة بنبض جمهورها، عارفة طموحاتنا دي، عارفة الاسم اللي هي شايلاه. غير كده ما يلزمناش ايا كان اسمه. فعلا تعجبني مقولة اول باب بيفوت جمل لأي حد شاف نفسه. واللعيبة خلاص احنا وصلنا لمرحلة بجد في ظاهرة بالأمانة لازم تتناقش. موضوع العقود ده يا جماعة مش كده. يعني انت بتشوف اللاعب عقده 15 و10 مليون و15 وعايز يعدل ومش عاجبه. انت ايه دورك اصلا في المجتمع يا جماعه؟ بطلوا استفزاز. الناس طالع ايمانها عشان تعرف تجيب لاولادها 3 وجبات. طموحات الناس خلاص بقى اكبر طموح للناس هي الفرخه ولا كيلو اللحمه. فكره طموح بقى في شقه ولا في عربيه، خلاص الموضوع ده عدى. وتيجي انت على الجانب الاخر تشوف واحد كل مؤهلاته في الدنيا ان عنده موهبه،
ويا ريتها مثلا موهبه في الشعر ولا الادب ولا حاجه، يعني عارف انت، حاجه ثقافيه بتعلم من قيمه مجتمع بتاثر في اجيال قادمه. لا، بيعرف يلعب كوره كويس، بيعرف يلعب بلاي ستيشن كويس، بيعرف يلعب تنس كويس، بيعرف يلعب طاوله كويس، هو بقى بيلعب كوره بس، ما بتعملش حاجه في حياتك غير كده. حتى على المستوى التعليمي 90% منهم يا اللي كمل بعد الثانوي يا اللي ما كملش. فتيجي تسمع 15 و20 مليون، لا مش عاجبه، يلعب له ماتشين كويسين. وايه فكره تعديل العقود دي؟ يعني انا اتكلمت فيها على تويتر. ايه فكره تعديل العقود؟ انا في حاجه اسمها العقد شريعه المتعاقدين. انا جيت اجر منك شقه، قلت لك اجر لي الشقه دي، هتاجرها لي بكام؟ ب 1000 في الشهر، كتبنا 1000 في الشهر. اتعمل مول جنب منك ولا اتعمل نادي، الشقه سعرها غالي، هتيجي بعد شهرين تقول لي عايز اعدل العقد، الشقه سعرها غالي. في عقد بيني وبينك، انت جيت قعدت معايا، يلا نتفق، يلا هنقعد كام سنه، اتفقنا على السنين 4 5 تمام، السنه الاولى هتاخد قد كده، الثانيه قد كده، الثالثه لغايه السنه الخامسه قد كده، في مكافآت، في جزاءات موجودين، خلاص عقد وماضيين عليه. تيجي تلعب له ماتش ولا ماتشين حلوين تقول لي عايز اعدل عقدي. مش فاهمها ايه عايز اعدل عقد دي. انا اقدر اعمل لك ده على شكل مكافآت، مكافآت اجاده لانك اديت دورك، لكن مش طبيعي انك تتالق ولا تلعب كويس تقول لي عايز اعدل عقدي. ما انا متعاقد معاك ليه؟ عشان تلعب وحش؟ ما هو ده اللي انا جايبك عشانه، عشان تتالق وتفيدني. فلما تعمل المطلوب منك مستني انك تاخد مقابل زياده في عقد مكتوب وشريعه بيني وبينك، متعاقد انا بيني وبينك في عقد، عايز انت تخلف ده لمجرد انك تألقت. افهمها، الناشئ لسه طالع كان بيلعب في الناشئين، عقده بياخد 3 4000 ولا 5000، طلعته الفريق الاول بقى لاعب خلاص موجود في الفريق الاول، ماشي، اتفهم ده. فلازم لكن واحد، طب ما تيجي ناخدها من الناحيه الثانيه، طب قعدت لك 3 4 ماتشات بقى، اخ تريزيجيه ولا غيرك بقى، ولا مثلا ديانج اهو اللي بقى له ماتشين مش في مستواه، اعمل ايه انا بقى في ساعتها؟ ولا اشرب من شرقي؟ اقول لك ايه، انت بتاخد بقى 20 مليون ولا 30 مليون، معلش انت بقى لك كام ماتش وحش، يلا بينا نقلل العقد، هتقبلها؟ فلازم الظاهره دي تتناول كويس قوي. الفلوس اللي بتدفع كتير دي، والموضوع زاد قوي، وموضوع وكلاء وبقت تجاره بايخه، لازم يبقى في وقفه عشان ننهي الموضوع ده. عشان كده بقت حاجه بامانه منتهى الاستفزاز. ولازم تعرفوا ان انتوا في نعمه كبيره، وجودك في الاهلي نعمه كبيره، في ناس كتير بتحلم بيها. حافظ على النعمه اللي في ايديكوا، بلاش نمرضه، ما تتبطرش، احمد ربنا، اتعب، ادي، اشتغل للكل عشان ربنا يكرمك انت كفرد. ويا رب تكون البدايه من ماتش سيراميكا اللي جاي.